مرحبا أعزائي التلاميذ وتلميذات السنة الثانية بكالوريا، الشعب العلمية والتقنية والشعب الأدبية والعلوم الإنسانية. إذا نرحب بكم مرة ثانية على موقع كيزاكو في إطار سلسلة أتعلم الكتابة الإنشائية وأتمرس على الكتابة الإنشائية. إذا في الفيديوهات الأخيرة شفنا السؤال، من بعد شفنا النص. اليوم غنشوفوا واحد من الاختيارات اللي كتعطيكم في الامتحان الوطني، هي منهجية القولة. يعني كيفاش ممكن أنا تلميذ أو تلميذة ندرب على منهجية القولة، كيفاش تصيب واحد القولة في الامتحان الوطني. إذا بالنسبة للقولة ما كتختلفش كثيرا عن النص. إذا حتى هي عندي فيها نفس المطلوب، هو حلل وناقش. القولة اللي غنختارها لكم اليوم هي قولة من الامتحان الوطني 2019، يعني آخر امتحان تم اجتيازه هو ديال 2019. مطلوب منا أننا نخضعوا هذه القولة لمطلبي التحليل والمناقشة. إذا لما كنقولوا حلل الشباب، يعني كيخصني ندير واحد المعالجة داخلية لمضامين القولة، يعني نشتغل على القولة من حيث المفاهيم ومن حيث الأفكار ومن حيث الحجج. وهنا لما كنقول المعالجة الداخلية، يعني التعامل مع القولة كبنية مكونة من مفاهيم وأفكار. ما كنجيب حتى شي حاجة من راسي، بالتالي التلاميذ اللي كيعتمدوا على الحفظ في التعامل ديالهم مع مادة الفلسفة كيوجدوا صعوبات في هذه المرحلة هذه. إذا من الأفضل ومن الأحسن أنني كتلميذ أو تلميذة نعرف بلي مادة الفلسفة ليست كلها مادة للحفظ والاستعراض، بل هي مادة فيها مجموعة من المهارات وفيها مجموعة من الكفايات كيخصني نكتسبها أنا كتلميذ أو كتلميذة. إذا من بعد الحليل كيكون المطلب التالي اللي هو مطلب ناقش. إذا هذا الناقش هو بمثابة معالجة خارجية للقولة. هنا كنستحضر المواقف الفلسفية اللي تناولت نفس الموضوع اللي كتناولوا القولة ومن زوايا مختلفة. وفي هذه المرحلة ما كنكونش فقط بالاستعراض، يعني كيخصني نخلق كذلك واحد السجال ما بين هذه المواقف. اذا ننطلقوا مباشره في الاشتغال على القوله اللي هي القوله اللي كانت مبرمجه في الامتحان الوطني 2019، وهي قوله مرفقه بقوله يعني مرفقه بسؤال، ومن داخل السؤال راه كيوضح لي اشنو مطلوب مني بالضبط. اذا نقراو هذه القوله واحد القراءه تامليه ومتانيه لمضمونها. إذا كنبداو: لا يعرف الإنسان الغير مثل معرفته للأشياء. لا يعرف الإنسان الغير مثل معرفته للأشياء، وإنما يعرفه بوصفه شبيها له. إذا الآن إلى قريت هذه القولة كنتأمل بأنه عندي مفهوم الغير، مفهوم معرفة، ومفهوم الشبيه. إذا هادو بمثابة كلمات مفاتيح. هاد الكلمات المفاتيح هما لي موكلي ديال القولة، هما اللي غادي يخليوني نعرف ندير لها واحد التأطير سليم وتأطير صحيح. إذا هاد القولة مدللة بسؤال: انطلاقا من القولة بين أو بيني طبيعة معرفة الغير. إذا انطلاقا من هاد القولة أنا كتلميذ أو تلميذة من المفترض أنني خصني نبين طبيعة المعرفة ديال الغير. إذا هنا ما كيسولونيش على واش معرفة الغير ممكنة أم مستحيلة، كيبينوني على نبين طبيعة هذه المعرفة. إذا نعاودو نرجعو نقراو القولة من جديد: لا يعرف الإنسان الغير مثل معرفته للأشياء. ما كنعرفوش الغير كيف ما نعرفو الأشياء، كما نشتغل على الذرة أو على الخلي أو على الخلية أو على الأجسام أو على الموجات الغير العاقلة بشكل عام، وإنما يعرفه بوصفه شبيها له. يعني كنعرفوه انطلاقا من أنه واحد الأنا آخر مماثل لي، يعني تا هو واحد ذات إنسانية. إذا الخطوة الأولى اللي مطالبين فيها هي نصيغ مقدمة، يعني نعملوا واحد التأطير إشكالي لهذه القولة. إذا التأطير الإشكالي للقولة يقتضي منا أن نمر من 4 مراحل أساسية. المرحلة الأولى اللي هي كيخصني نوقف عند الاطار العام للقوله، يعني نحدد شنو هو المجال الاشكالي اللي كتنتمي ليه. اذا الا رجعتوا قريتوا القوله وركزتوا معايا فيها في القراءه ديالي، قلت بانها فيها الغير وفيها معرفه. اذا ما دامت القوله كتحدث على مفهوم الغير فواضح جدا انها ستأطر ضمن المجال الاشكالي لمجزوءات الوضع البشري. ولما كنعمل كنحدد المجزوءه كيخصني نعطي التعريف ديالها، لان اغلب التلاميذ او واحد العديد من التلاميذ هي اللي كيعطيو المجزوءه وكيزيدوا كانه ماشي كيكتب مقدمه كينعت. القوله كتنتمي للوضع البشري وكتنتمي للمفهوم كذا وكتنتمي للمفهوم كذا دون ان يحدد. اذا المفروض انكم تهضروا على الوضع البشري تعطوا التعريف ديالو، ثم تحديد الاطار الخاص للقوله. ما معنى الاطار الخاص للقوله؟ من داخل الوضع البشري اش مفهوم المفاهيم،
واش مفهوم الغير، واش مفهوم الشخص، واش مفهوم التاريخ بالنسبه للادبيين. اذا هنا واضح جدا انه مفهوم الغير، وكنعرف هذا المفهوم ديال الغير وكنبرز المفارقات الموجوده من داخل دلالته. الغير هو الانا الاخر المماثل لي والمختلف عني. اذا المماثل لي مختلف عني، قد يكون الغير مجهولا او معلوما، قريبا او بعيدا، صديقا او عدوان، سيدا او عبدا. اذا هنا هادو التقابلات اللي كيخصنا نبينوها في الدلاله. ثم من داخل الغير كيخصنا نبينو اشم محور، يعني اشنو هي القضيه بالضبط اللي كيطرحها القوله. واش قضيه معرفه الغير، واش قضيه وجود الغير، واش قضيه العلاقه مع الغير. اذا الى رجعنا للقوله وقريناها، لا يعرف الانسان، هذيك لا يعرف معرفته للاشياء، هادو علامات داله او مفاتيح داله على ان القوله تتأطى او القوله تنخرط في نقاش مشكله معرفه الغير كقضيه محوريه ينطوي عليها مفهوم الغير. وممكن نوضح هنا هذه المساله اللي كطرحها القوله هي ديال واش ممكن من اي زاويه يمكن ان نعرف الغير. بالتالي كنطرح الاشكالات التاليه: ما طبيعه العلاقه المعرفيه بين الانا والغير؟ هل معرفة الغير تتم بالنظر إليه كشيء أم بالنظر إليه كذات؟ هل تقوم هذه المعرفة على التماثل أم على الاختلاف؟ إذن هادو هما 4 العناصر اللي مطلوبة مني في الامتحان الوطني، وتعمدت الشباب أني ناخذ قولة من الامتحان الوطني 2019 باش نفندو مجموعة من الكلام TEC والكلام اللي كيحاول يحبط التلاميذ وكيقول لهم بأن الفلسفة مادة صعيبة وكيخلقوا واحد التصور سلبي تجاه المادة. خديت لكم آخر امتحان مر هو 2019، وهذه هي القولة اللي كانت في السنة الماضية. إذن القولة كتبان في مفاتيحها، في أفكارها واضحة جدا وفي متناول جميع التلاميذ والتلميذات. بالتالي كيبان لي أنه من المستبعد جدا أي شي تلميذ أو تلميذة يدير خارج الموضوع في هذه القولة، لأن النقط المحددة لها المفاتيح ديالها باينين وواضحين. إذن في هذا الفيديو فقط وقفت على مرحلة الفهم، فيديو آخر غنوقف على مرحلة التحليل والمناقشة. إذن اللي كنركز عليه دائما هو التعامل مع الفلسفه، ما تعاملوش بالحفظ. راه هاد المهارات اللي وقفت عليها الان ديال كيفاش مهارات ديال الفهم، ديال كيفاش نفهم القوله، كيفاش نستطيع اني نوقف على التفاصيل الدقيقه ديالها باش ما نديرش خارج الموضوع، باش ما نتناولش شي اشكال ما مطروحش من داخل القوله. اذا كيخصني دائما ملي كنكون كنقرا القوله كيكون فيه دي قلم رصاص او كيكون في واحد الملون كنلون على الفكره، كنكتب فوق منها، كنوضحها باش كنكون دقيق في التعامل ديالي معها. اذا هاد المهارات ما يمكنش تحفظها، هذه مهارات كتكتسب. اذا كنمروا للمرحله اللي كنعطيها دائما وكنعطيها فقط للتلاميذ اللي كما كنقول دائما يعانون من مشكل في اللغه العربيه، لانه احيانا كاين نطالب التلميذ بان يبدع، ولكن لا يمكن ان نبدع خارج امتلاكنا للغه. ولكن مع كامل الاسف ديال هذا النظام التعليمي اللي عندنا بزاف ديال التلاميذ كيعانيو من العائق. بالتالي هذه التعابير المساعده هي حلول ترقيعيه فقط للتلاميذ اللي عندهم مشكل في اللغه. اما التلاميذ والتلميذات اللي عندهم قدرات لغويه فكنتمنى انهم يكتبوا بحريه وبابداع، فقط يحترموا دوك الاشياء اللي مطلوبه منهم وما يعتبروهاش تقييد، فقط ديال العناصر كيخصك تهضر عليها وهضر عليها بالطريقه اللي بغيتي، هي الاحترام الخطوات المنهجيه. إذا إلى هنا الأعزاء التلاميذ كنكونوا قد استوفينا المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التحليل، مرحلة الفهم، يعني هي المرحلة ديال المقدمة. في الوطني كتحط عليها 4 ديال النقاط. إذا أي تلميذ أو تلميذة ما فهمش حاجة من هادشي اللي درنا في الفيديو يوضع تعليق ويتساءل، وحنا مستعدين نجاوبوا على أي حاجة، وحنا دائما معكم من أجل تعميم المعرفة وجعل المعرفة في متناول الجميع. وإذا إلى هنا وإلى أن نلتقي في فيديو ثاني، لأن هذا فيديو أول. كاين فيديو ثاني اللي كيعطينا مرحلة التحليل، وغنشوفوا جميع الخطوات ديالها وغادي نوضعوهم في القناة بالترتيب. الفيديو الأول، الفيديو الثاني، وغادي يكون هذا آخر فيديو في هذه السلسلة ديال أتمرس على الكتابة الفلسفية وأتعلم المنهجية. إذا إلى هنا أستودعكم ودمتم محبين وعشاق للحكمة.